لان ماتش غانا هيبقى ماتش اصعب في الامكانيات بتاعه اللعيبه من موزمبيق نوعا ما شويه. ايوه، لان خلي بال حضرتك انت دفاعيا هيبقى عندك ارهاق برضو. غانا عندها سرعات في الحته اللي قدام، وعندها لعيبه بتقدر ان هي تعمل حلول كويسه. فهيبقى في تركيز كبير جدا في الحته الدفاعيه. فبعد ما بتدافع انت هتعمل ايه؟ هي دي اللي لازم انت تفكر فيها. هقعد بقى الموضوع يبقى بالنسبه لي كر وفر، كل ما امسك الكره في نص الملعب اروح عامل لونج بول او كره طوليه لمحمد صلاح عشان في السرعات والكلام ده، ماشي دي بتحصل. لكن لازم يبقى عندي صانع لعب اطلع عليه بالكوره، وابدا ان انا اخد نفسي، وابدا ان انا انظم نفسي، واللعيبه تبدا تطلع عشان هجوميا اظهر بنفس القوه اللي ظهرت بيها اول 15 دقائق في ماتش موزمبيق. ايوه. فانا شايف ان الراجل ايا كان مين الاسماء، انا بالنسبه لي امام عاشور زي زيزو كله يعني بالنسبه لي اللعيبه كلها شبه بعض، مستويات قريبه في فوارق، بس على حسب الراجل مين الاقرب، مين اللي الريتم بتاعه يشتغل مع المنتخب، مين اللي الجاهزيه بتاعته اعلى. يعني غريب جدا الناس كلها بتطالب بابو الفتوح. ابو الفتوح لعيب كبير قوي، بس هو ما بيلعبش اصلا مع الراجل حتى وهو جاهز. الراجل كان بيلعب محمد حمدي، فحتى بس لو فتوح يعني برضه عنده مهاره وعنده سرعه يبقى لو عايز العب فتوح واستفيد بالحته دي لازم العب باثنين ديفندر، ما ينفعش العب بواحد. والواحد ده مين برضه؟ ما هو النني ما عندوش الشراسه الدفاعيه بتاعت مروان عطيه، ولا حمدي فتحي لما بيلعب سته. لكن النني عنده مميزات تانية ممكن الراجل بيستخدمها لو هو عايز يهاجم. لكن لو انا عايز العب بفتوح او عايز العب بعمر كمال عبد الواحد، يبقى عندي جبهات عشان ابدا ان انا اشتغل ويبقى ليا دور في تنوع الاسلوب بتاعي بالنسبه للجزء الهجومي. لازم العب باثنين على الدايره يشتغلوا فلات بقى بشكل عرضي بقى، يامنوا الناس دي، وادي دور كبير هجومي بحت سواء لزيزو او لامام عاشور في الحته بتاعت رقم 10 دي. وبيعملها امام عاشور كويس قوي مع الاهلي الفتره الاخيره، فمتعود عليها، مش هتبقى جديد عليه بالنسبه طب قول لي لي. تشكيل بقى، قول لي ال 11. يعني ما انا شايف ان محمد الشناوي، عمر كمال عبد الواحد، محمد حمدي، احمد حجازي ومحمد عبد المنعم، مروان عطيه، ويا اما حجازي ولا ياسر؟ لا، احمد حجازي ومحمد عبد المنعم، مروان عطيه، وجنبه يا اما النني يا اما حمدي فتحي، واحد فيهم من الاثنين يلعب. وافضل ان هو يكون النني، يعني النني يبقى عندي واحد بيلعب كوره وواحد بيشتغل دفاعيا كويس، والاثنين برضو يقدروا ان هم يقفوا تمركزاتهم جيده، والعب قدامهم امام عاشور 10 او زيزو. بس انا بشوف ان الافضل امام هو اللي بيلعب في العمق، يبقى قريب من الجول، يقدر يشغل مصطفى ومحمد صلاح وتريزيجيه زي ما هو، ومحمد صلاح ومصطفى محمد. يعني اعتقد الراجل لو لعب بالشكل ده، ده من وجهه نظرنا، لكن هو الراجل هيلعب 4-3-3 اللي متعود عليه الفتره الاخيره، لان الاجانب ما بيغيروش كتير، وهو بقى له سنه ونص بيلعب بالشكل ده، فمش هيجي في البطوله عشان يتعادل ماتش يروح مغير الطريقه. لكن احنا بنفكر برضو بصوت عالي مع المنتخب، وبنقول راينا من خلال الرؤيه اللي احنا شفناها، لان في النهايه الماتش كان هو المقياس وهو الفيصل للمشوار بتاع الراجل مع المنتخب الفتره الاخيره.